أهلا بكم مرة ثانية يا أحلى مهندسين، واليوم جايب لكم ملخص فيلم جديد بعنوان مانيوال أوف لاف 2. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك يا مهندس ليوصلك كل جديد، وعلشان تكبر عيلتنا بوجودكم يا أحلى مهندسين. ولو عاوز تحضر الفيلم فحترك لك رابط الفيلم بالتعليق المثبت بأسفل هذا الفيديو. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا. فيلمنا مقسم لأربعة أجزاء، والأجزاء هذه كلها بتكون حول الحب. وبيبدأ الجزء الأول بشاب اسمه نيكولا، واللي بيكون يسوق بسيارته وبيعمل حادث مع سيارة ثانية لما يفوت بالنفق، وللأسف بيترك الحادث نيكولا مشلول برجليه، وبيكون يتعالج بالمستشفى مع داريو وهو الشخص اللي عمل حادث معاه بالسيارة الثانية وانشال برضه. وبيكون نيكولا وداريو يلوموا بعضهم البعض انهم السبب بالحادث، لحتى تيجي ممرضة جميلة وتوقفهم، وبيكون اسم هذه الممرضة لوسيا. وبتقول بينها المعالجة الفيزيائية لنيكولا: منيح انك عملت حادث يا نيكولا، لانه الواضح عليك انك مصعوق من جمالها. وبأول جلسة علاج وبينما لوسيا بتعالج بنيكولا بيصحى اشي بجسد نيكولا، فبحاول يخبيه، بس لوسيا بتحكي له معلش ما تخجلش مني. وبيوم بينما نيكولا بيتجول بحديقة المستشفى بيشوف لوسيا مستلقية أمامه وبتسمع موسيقى، وبيتخيل إنه بيعمل معها تشوك تشوك وأثناء تخيلاته الجهنمية بتكون لوسيا تتكلم مع ممرضة ثانية، فبيزعل نيكولا وبروح لأنه ملقاش اهتمام لوسيا، فبقرر يسوق عربته خارج المستشفى علشان يجبر لوسيا تهتم فيه. وبتنجح خطته لأنه لوسيا لحقته واقتادته لغرفته، وبتبدأ حالة نيكولا الصحية تتحسن أكثر بعد جلسات طويلة، والحين صار بيقدر يوقف على رجليه. ولما يرجع لغرفته بيشوف داريو بجهز بأغراضه، وبيحكي داريو انه الدكتور حكى له انه ما عندهوش اي فرصه حتى لو كانت صغيره ليمشي على رجليه. وقبل ما يروح داريو بيشجعه نيكولا انه مش نهايه الحياه وبيحضنه. وبالليل بتروح لوسيا مع اصحابها لتحتفل بزواجها اللي قرب، وفجاه بتخرج لوسيا من البار وللحظه بتفكر بنيكولا، فبتوقف سياره تاكسي وبتتوجه فورا للمستشفى، وبتدخل غرفه نيكولا وبتدعوه يشرب معها بيره، وبتاخذه لمطعم المستشفى وبتبوس هناك. وبتحكي لنيكولا بانها حتتزوج قريبا، لهيك هي عاوزه تشبع جميع رغباتها من التشوك معاه، وبيعملوا أكبر تشوك في تاريخ قناة مهندس الملخصات. وباليوم الثاني بتيجي حبيبة نيكولا للمستشفى لتاخذ نيكولا للبيت، وبقرر نيكولا إنه ينسى اللي صار بينه وبين لوسيا، وبإنه من الآن فصاعدا فحيكمل مع حبيبته. وبينما هم خارجين من المستشفى بيلتقوا بامرأة سمينة بتحكي إنها المعالجة الفيزيائية الجديدة، وللحظة بيتذكر نيكولا لوسيا وهو يطلع على المعالجة الجديدة. الجزء الثاني من الفيلم بيبدأ مع اثنين متزوجين اسمهم فرانكو ومانويل، وبتفضح مانويل زوجها وبتحكي بإنها ما بتقدرش تخلف منه لانه ضعيف بالتشوك بالسرير، فبينجبر فرانكو يطلع هو وهي من المطعم بلاش فضايح اكثر. وبنفس اليوم بالليل بتصحي مانيوال زوجها وبتحكي له انها اسفه وبينها بتحبه، فبيحضنوا بعض. وباليوم الثاني بيروحوا على دكتور ليحلوا مشكله فرانكو، فبيحكي الدكتور لمانويل انها بتقدر تجيب اطفال من خلال التلقيح الصناعي، فبتنبسط مانويل لانها اخيرا حتقدر تجيب اطفال. وبروحوا للمستشفى بوقت لاحق ليحددوا تاريخ عمليه التلقيح الصناعي لمانويل، وبينصح الدكتور فرانكو انه ياكل اكل كويس ليكون عنده جوده حيوانات منويه جيدة علشان عملية التلقيح القادمة. وبشوف فرانكو ومانويل اثنين متزوجين من أصدقائهم وهم طالعين من المستشفى، وبروحوا الأربعة برحلة على الشط. وبعد الرحلة بينصاب فرانكو بحمى، فبتعصب مانويل وبتحكي له بأنه لو حيواناته المنوية مش كويسة بسبب الحمى فحتتركه. بس الدكتور بيتصل عليه وبيحكي له بأنه السائل المنوي تبعه ممتاز وما فيش حاجة يخاف منها. وبيوم العملية بياخذوا عينات من الحيوانات المنوية لفرانكو ليزرعوها بمانويل، ولما تخلص العملية بيتخيل فرانكو نفسه بيلعب كرة مع طفله. ولاحقا لما يكشفوا عن الجنين بيعرفوا انه الجنين طفله، وبيكون فرانكو مش مبسوط لانه كان عاوز طفل بس بحاول يخفي حزنه. بننتقل للقسم الثالث واللي بيبدا مع رجل عمره 40 سنه اسمه فيليبو. وبيوم من الايام بيحضر فيليبو عرس الاخت الصغرى لصاحبه فوسكو، وبعد انتهاء الحفله بتحكي الاخت انها ما رمتش الزهور على الارض لانه في حد تاني لساته حيتزوج. وبتفاجئ الجميع وبتقول بانه فوسكو وفيليبو هم الاثنين التانيين اللي حيتزوجوا من بعض، وهو الشيء اللي بيسبب غضب ابو فوسكو. وبيلحق فوسكو ابوه وبيحاول يشرح له الوضع، بس والد فوسكو بيكون رجل ايطالي تقليدي وبيكره الشواذ زي اي حد تاني مثله بيكرههم، وما بيسامحش تصرف ابنه الوقح. وبيعيش فوسكو وفيليبو مع بعض لانهم مش قادرين يتزوجوا من بعض بايطاليا ولا حتى يتبنوا طفل، لانه يمكن يطلع معاق زيهم، ولانه القانون الايطالي بيمنع الشذوذ. وبمره من المرات بيكون فوسكو يتقاتل مع اولاد الشوارع اللي عندهم رهاب المثليين لانهم عرفوا انه شاذ، فبيزور فيليبو فوسكو بالمستشفى، وبيوعد فيليبو فوسكو بانه حياخذوا على اسبانيا وحيتزوجوا هناك. واخيرا الجزء الرابع بيبدا الجزء الرابع بنادي المطعم مشهور اسمه إيرنستو، وبيكون عنده زوجة وأولاد، بس علاقته العاطفية بمراته سيئة. وبيوم بيتجادل إيرنستو مع زميلته الأرجنتينية سيليسيا اللي بتكون منظفة صحون، بس لاحقا الاثنين بيكون عندهم مشاعر تجاه بعض وبيعملوا تشوك وبيكون إيرنستو يحاول دائما يخفف عن سيليسيا بسبب الألم اللي تسبب به أبوها لما تركها وهي صغيرة، يعني عندها نقص حنان. وبيوم من الأيام بتروح سيليسيا مع حبيبها إيرنستو على حفلة كبيرة، بس فجأة بتيجي لإيرنستو جلطة قلبية
وبالمستشفى بيحكي إرنستو لسيليسيا بينها لساتها شباب وحرام تضيع جمالها على واحد بغل مثله، فالاثنين بالآخر بقرروا ينفصلوا عن بعض ويضلوا أصدقاء. واو السهولة دي يا إرنستو. صح ماني قلت عنه بغل. طيب ماشي. ولهون بيخلص ملخص هذا الفيلم. اشترك بالقناة يا صديقي، فعل زر الجرس، اترك لايك للفيديو لتدعم نمو القناة واستمرارها، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك ولا حيكون رابطها بالتعليق المثبت. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة. كان معكم أخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.